في الثاقب في المناقب لابن حمزة روى أبو هارون العبدي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذ دخل عليه رجل وقال: بما تفتخرون علينا ولد أبي طالب؟ شنو فخركم علينا؟ قال: الإمام كان بين يديه طبق وفيه رطب، أخذ الإمام رطبة، أخذها فتقها، أخذ النواة وغرسها وضعها في الأرض، ثم لاحظوا ماء فم الإمام ما هو تأثيره. يقول الإمام تفل عليها. لدينا في رواية رسول الله حينما كان يبصق في بئر كان كيف يصير حاله؟ تفل عليها فخرجت من ساعتها وربت حتى أدركت وحملت واجتنى منها رطبا نفس الشجرة فقدمه إليه في طبق.